برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي السياحة والإعلام أقامت مبادرة الفنيق حفل تكريم لروح الموسيقار ملحم بركات تحت عنوان الوفا لأيقونة الوفا. والحفل تم بدار الأسد للثقافة والفنون بحضور جميع أفراد عائلة الموسيقار وأصدقائه، بالإضافة لحضور إعلامي وفني كبير من سوريا ولبنان. وكل من انتهى الصخر بتذكري. الحفل أحيا الفنان اللبناني معين شريف ونجم برنامج أرب آيدل الفنان السوري حازم شريف والفنان السوري عماد رمال، وقدموا أغنيات للموسيقار الراحل بمصاحبة أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندري معلولي. بتذكري. وقدمت الحفل الممثلة السورية شكرا مرتجى، وكنا نحن فرح FM متواجدين بالحفل وكان لنا هاللقاءات، نسمعهم وبنرجع لكم. طلعتي مسؤولين عليها 3 شباب سوريين خريجين الإسموندس بسوريا، أنستازيا ومهند وهاني. أنستازيا غنام وهاني الصايغ ومهند سيدا. هن ال3 كانوا مسؤولين عن إطلالتي كمان خلال 24 ساعة. كانوا محضرين لي الفستان. بعتقد نال إعجاب الكتار من الناس، وأنا حسيته كتير كان ملائم للسهرة. وشعري ومكياجي صالون كمال مخول، ومكياجي جيزيل من صالون كمال. وبالنسبة لتواجد الفنانين أكيد بهيك تظاهرة لازم نكون موجودين طالما الشيء بخص سوريا، وخصوصا بهيك طريقة بتقدر الفن وبتقدر الناس اللي حبت سوريا وحملت سوريا بقلبها وبأغانيها مثل الموسيقار ملحم بركات. أنا بالنسبة لي كتير بيعني لي كان إن كنت مدعوة أو حتى لو ما كنت مدعوة إنه بسوريا رغم كل الحرب إنه يعلى صوت الموسيقى. بالنسبة لشعوري وقت خبروني إنه أنا بدي أقدم الحفل كنت كتير سعيدة وكتير مبسوطة. أولا لأنه أنا كنت بدي أروح على الحفل بكل الأحوال كرمال تكريم الموسيقار وكرمال معين شريف وكرمال صديق الموسيقار الصديق الشاعر نزار فرانسيس، فكنت أكيد مصرة إني أنا بدي أروح على هي الحفلة وكرمال المبادرة بشكل عام. بس لما خبروني كتير انبسطت لأنه يوميتها بالصدفة أنا نازلة بسيارتي شفت الإعلان وقلت يا ترى مين بده يقدم هي الحفلة، يا ريتني أنا أقدمها. وحقيقي هيك صار معي. ولما حكى معي الأستاذ عارف طويل اللي هو قائد هي الفعالية وهو من جمعية الفينيق السوري اللي قايمين بمبادرة تكريم الموسيقار، كتير انبسطت. وخلال 24 ساعة كنا محضرين كل شيء وكنا مستعدين لكل شيء. أنا تحديدا يعني هن يمكن صار لهم فترة عم يحضروا، بس أنا خلال 24 ساعة كنت جاهزة لأني أقدم الحفل، فكنت كتير مبسوطة. أكيد الفنان عماد رمال، يوم كنت أحد المقدمين للحفل يلي أحييتوه اليوم تكريما للموسيقار الكبير ملحم بركات، قديش كانت اليوم المسؤولية كبيرة عليك وقديش أضافت لك لمسيرتك المهنية؟ مثل ما حكيت هي مسؤولية كثير كبيرة. نحن لنا الشرف طبعا نكرم أستاذ مثل ملحم بركات موسيقار وأيقونة الفن العربي بشكل عام. نحن اليوم كان عندنا مسؤولية كثير كبيرة بس الحمد لله طلعنا قدها. كرمنا طول عمره هو بألحانه ونحن كرمناها الساعتين زمان. كانت كثير لفتة حلوة ومبادرة حلوة من الفريق السوري، مبادرة حلوة طبعا من سوريا من الشعب السوري اللي هو حاضن كل شيء ثقافات وكل شيء فعاليات ثقافية لهلا. الحمد لله كان كل شيء مثل ما بدنا. وشكرا لكم، شكرا فرح FM. اليوم عم نشوف في توافد كبير لحفل الموسيقار الكبير ملحم بركات، اكيد انتم حابين توصلوا رساله او اكيد حابين تقولوا كلمه بجيتكم لهون، شو حابه اليوم تقولي للعملاق ملحم بركات وللفانز تبعه؟ اكيد بدي اقول له يعني اكيد الله يرحمه، بدي اقول له هو غاب عنا بس اكيد الموسيقى وعبقريه الموسيقى اللي كانت عنده معنا وبوجداننا وبتاريخنا، وإن شاء الله حتى الأجيال الثانية يعني كمان حنقول لهم من كان ملحم بركات وشو كانت أهميته وشو كانت أغانيه، راح عنا بس ذكرى موجودة جواتنا. قديش اليوم حلو إنه عم يتم تكريم الموسيقار ملحم بركات بدمشق وليس بلبنان، قديش عم بين قديش نحن لسه في علاقات حميمية بين سوريا ولبنان. هيك كل إنسان واعي وكل إنسان عنده محبة يعني لبلده، اكيد ما بيكون قدران انه يتضايق من حدا او يشيل بيه. احنا بالنهايه شعب واحد وسور بينا،
فنانين وفنانين، وبتصور فنانين احنا الفنانين تبعتنا كمان نجوم عنده. وقت بتكون هي المحبه مع بعضها، فبتصور هذا الشيء بيكون كثير منيح لنا احنا الاثنين. شكرا كثير لك فنانة روعة ياسين. شكرا. مرحبا أستاذ اهلين عزيزتي، اهلين يا فرح، وين بعد زمان. أهلا فيك. أول شيء مبروك أغنيتك الجديدة اللي مكسرة الدنيا بتجنن. خلي لي اياك ان شاء الله، هيك نكون عند حسن الثقه وثقه الجمهور، وان شاء الله على قد المسؤوليه. إن شاء الله يا رب. أكيد أنت دائما قد المسؤولية، وقديش الشعب السوري كثير بيحبك. أنت من من المفضلين، الفنانين المفضلين عند السوريين. تسلمي العافيه، الشغله بتشرفني كثير انه انا فعلا اكون مفضل عند السوريين، بضل انا ابنهم وخلينا نقول يعني مختصر بجيناتي كل شيء بنتمي لسوريا، فانا بيشرفني فعلا انه السوريين يحبوني ويحتفوا فيني بهذا الاحتفال. اليوم خبرنا عم نشوف في توافد كبير للفنانين لحفل الموسيقار الكبير ملحم بركات. اكيد حابين توصلوا رساله، حابين توصلوا، اكيد جايتكم اليوم في الى هدف لتوصلوا رساله للفنان الكبير العملاق ملحم بركات وللفانز تبعه. شو حابب تقول بهذا الخصوص؟ هلا بعيدا عن الواجب الاجتماعي خلينا نقول والدبلوماسي والسياسي والكذا اللي نحن عم نعمله بحق الشخصيه هي الاستاذ ملحم بركات، شخصيه اشكاليه فنيه كثير كبيره. انا عم بعيد وكرر وصرت كثير، القامه كبيره كثير، ويعني نحن يعني فوق قصه الاحترام وتقديرنا لمواقفه مع سوريا، في المنجز الموسيقي الكبير اللي عمله لسوريا خلال فترة حياته واعترافه بالجميل الدائم لسوريا. فبسوى مننا نحن فعلا كسوريين مثل ما هن اليوم عاملين الجهات الراعية لهذا الحفل، انه فعلا نحن نحتفي بهي القامة الموسيقية الكبيرة اللي فعلا هي تنتمي لسوريا ولو كانت لبنانية الجنسية. قديش حلو انه اليوم عم يتم تكريم العملاق ملحم بركات بدمشق وليس بلبنان. هلا انا ما كثير بتعني الحياه، يعني ما بعرف اذا بحبوا يكرموها يعني هي كمان بتعنيهم القصه، بس نحن ملحم بركات يبدو انه في كثير رموز لبنانيه موسيقيه وقامات كبيره بتعني سوريا اكثر ما بتعني اي مكان اخر. شكرا كثير لك ونورت فرحتك. شكرا. فنانة ريم عبد العزيز، نحن كثير مبسوطين لوجودك اليوم بحفل تكريم الموسيقار الكبير ملحم بركات. اليوم عم نشوف في توافد كبير للفنانين لهذا الحفل، اكيد كان في عندكم هدف واكيد كان عندكم رسالة للموسيقار الكبير ملحم بركات. شو حابة تقولي له؟ بقول الفنان ما بيموت، وسوريا ولبنان دايما بلد وحدة، ومثل ما شفتي بالفيلم التسجيلي قال شو بتعني له سوريا، وأكيد أهل سوريا وفنانين سوريا ما رح يبادلوا إلا بكل الحب. لذلك بقول صح هو غاب عننا جسدا ولكن بقي في وجداننا، بقي بإحساسه، بقي بأغانيه، بقي بألحانه. لذلك قلت لك الفنان المبدع لا يموت. وكل التحية لكل أهل أبو المجد، منقول له أنت باقي، وإن شاء الله يا رب دايما أغانيك بتنور قلوبنا، منحبك كتير كمان. شكرا كثير إليك. فنان علاء القاسم، رحب فيك بإذاعة فرح اف ام. اليوم نحن متواجدين بحفل تكريم الموسيقار ملحم بركات. خبرني اليوم قديش مبسوط بمشاركتك بهذا الحفل، وقديش مهم انه اليوم عم يقام هذا الحفل بدمشق وليس بلبنان؟ الحقيقة ملحم بركات فنان وفي وأصيل، ما نسي أفضال سوريا عليه لآخر لحظة بحياته، وهذا الشيء يدل انه هو قديش انسان اصيل وصادق. طبعا هذا كان منعكس باعماله اللي كان يقدمها الفنيه، موضوع الصدق والاصاله والهويه. هلا انه قديش مهم هو يتكرم بدمشق وليس في لبنان. دائما دمشق كانت سباقه لتكريم المبدعين، تكريم يعني مساهمة بالفن بمعنى من معاني دمشق بشكل عام، خصوصا تكريمه بهذا المكان اللي هو دار الأوبرا اللي يعتبر أكبر مكان حضاري وثقافي بسوريا. هذا إشارة كثير مهمة وامتنان من الشعب السوري لفنان قدم له للشعب كثير، والشعب السوري بعتقد بيحبه كثير كثير. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. عبد الكريم، تخبرني اليوم عن أجواء حفلة تكريم الموسيقار ملحم بركات، وقديش اليوم أنت سعيد بوجود هذا الحفل بدمشق مو بلبنان؟ أنا أولا سعيد إنه جاي أحضر حفلة للموسيقار الكبير ملحم بركات. أنا اليوم يعني عرفت إنه هو عامل شغلة جديدة،
الموسيقار الكبير ملحم بركات عايش فينا وعايش بقلوبنا وعايش بعقولنا. هو عمل كثير بصمة حلوة بالموسيقى العربية وبصمة رائعة بالأغاني وبصمة رائعة بالصوت. ونحن أنا هلأ جاي أحضره اليوم لأنه هو قديش كان يحب سوريا. فسوريا دائما بتكون وفية للناس اللي بيحبوها بهذا الزمن الموحش المظلم المتغول. فلذلك نحن هلأ بنقول إن سوريا هي الوفا. شكرا كثير لك. شو بتحب تقول لكل فانز ملحم بركات؟ هو عايش بقلوبنا، وشو كمان حابب تقول لهم؟ بقول لهم الموسيقار ابو المجد عايش يعني قد ما ضلت الدنيا، لانه ما يعني كل اعماله موجوده وكل حياته موجوده، خلدها التاريخ. ايه انسان خالي. شكرا كثير. معنا الفنان رمزي الشوفي من إذاعة فرح اف ام. خبرنا اليوم عن أجواء الحفل يلي لتكريم الموسيقار الكبير ملحم بركات. قديش اليوم أنت مبسوط بوجود هيك حفلات عنا اليوم بدمشق؟ طبعا سوريا أم الكل وعطول هي سباقة على الأمور الحلوة. طبعا الله يرحمه الموسيقار ملحم بركات، ترك ذكرى كبير كثير لكل الفنانين ولكل العرب، وهذا فخر كبير وأجواء كثير حلوة. الجو كله حلو. شو بتحب تقول لكل فانز ملحم بركات؟ الله يرحمه ويرحم ترابه، واللي خلف ما مات أكيد. شكرا كثير لك. المرحوم أستاذ الكبير الموسيقار ملحم بركات، اللبناني الجنسية والسوري الهوى، نفتقده دائما ورح نفتقده لقدام، ولكن اللي بيعزينا الإرث الكبير اللي تركه ملحم بركات. واللي عم يصير اليوم بسوريا هو يعني ظاهرة كثير طبيعية. سوريا منذ الأزل تكرم الفنان حيا وميتا، وخصوصا الفنانين العرب اللي كان في لمسات كبيرة لسوريا بتكريمهم تاريخيا. الله يرحم ملحم بركات، وشكرا للقائمين على هذه التظاهرة الجميلة. فيني أنا أقوله بالنهاية الله يرحمه هو، بس أنا فيني أقول لكل الناس اللي بيحبوه، لإلي شخصيا أنا الموسيقار ملحم بركات كلياتنا تربينا عليه. يعني يوم وفاته كتبت أنا على الفيسبوك وقلت إنه بكل لحظات طفولتنا، مراهقتنا، رقصاتنا، طرحاتنا، ضحكاتنا، حتى لحظات الحزن كان له نصيب كبير فيها بأغانيه وبفنه. ففعلا هو تاريخ حقيقي مرتبط فينا بذكرياتنا كلها، بجيلنا نحن بالذات ارتبط فينا من لحظات الوعي تبعنا لحديت هلا. فهو جزء من تاريخنا وجزء ما بينسى. يعني هو رح يعيش عمر طويل كثير بذاكرة الناس وبأرواحنا. أكيد كمان لنحطكم بأجواء الحفل. بنهاية الحفل ألقى الشاعر نزار فرانسيس توأم روح العملاق ملحم بركات كلمة بهذا الحفل. رح نسمع جزء من هاي الكلمة، وبنرجع وبنسمع أغنية ملحم بركات الجديدة من لون جرحك لون الأيام. الله أكبر يا دمشق، كم يليق بك العشق. الله أكبر يا دمشق، كم يليق بك العشق. وكم أنت في الشرق جميلة، وكم جميل بك الشرق. مساء الخير. حبيت ابتدي بهالبيتين الشعر يلي شوفوني دمعة ملحم بركات لأول مرة. كنا بجلسة أنا وياه وعم نحضر أخبار، وحطوا مرقة صورة بانوراميك للشام، فطلعوا معي هالبيتين وسمعته إياهم. طلعت دمعة ملحم بركات شفتها بعيونه لما سمعهم قد ما عايشها، وقال لي سوريا ما بتستاهل اللي عم يصير فيها. هيدي سنة 2013 كانت سوريا بخضم الأزمة. صار يخبرني على الشام قديش لها فضل عليه. وملحم بركات لما كان يبلش يحكي عن الشام ما كان يخلص بحديثه عن الشام وأهل الشام. أنا بعرف كان يقلها لست رندا أكثر من مرة، قال لها إذا بصير علي شيء نحن قلنا ناس كتير بيحبونا بالشام، الشام أهلنا. ولما منكون عم نحكي عن الشام
يعني عم نحكي عن سوريا كلها، لأنه الشام هي قلب سوريا، ومش قلب سوريا بس. الشام اللي بتكرم الكبار مثل ملحم بركات وبتكون وفية إلهم، بتكون قلب الشرق كله. يا شام انت فعلا قلب الشرق، انت فعلا قلب الشرق، وشعبك ساكن جواته، وكل ما قلب الشرق يدق الكون بيسمع دقاته. انت فعلا قلب الشرق وشعبك ساكن جواته، وكل ما قلب الشرق يدق الكون بيسمع دقاته. يا شام. ومثل ما خبرتكم انه بنهايه الحفل اطلق اول مره اغنيه ملحم بركات الجديده، رح نسمعها لاول مره اليوم على اذاعه فرح اف ام، من لون جرحك لون الايام. يا شام لمن بتبكي اطفالك كل الدنيا بترخص.
يا شام عطرابك يا شام. كلها لعيون الأطفال تيناموا بسلام تيناموا. مثل ما عم تسمعوا جديد الموسيقار الكبير